مرحبا بكم مع وصفات مطبخ وأفكار أم لمياء. اليوم جبت لكم الوصفة اللي بزاف طلبوها مني، واللي هي تحضير سمك البونيط في الفرن. الطريقة سهلة وسريعة والنتيجة ناجحة مليار بالمية. تحمر الوجه مع ضيافكم وعائلتكم والبنة خيال. ونبداو على بركة الله في طريقة التحضير. أنا هنا درت غير سمكة، واللي عائلتهم كبيرة يقدروا يديروا 2 أو 3. ودرت معاها راس فلفل حلو أخضر مع حبة بصل و2 حبات طماطم حجم كبير وراس توم. في السنيوة تاعي درت الطبقة الأولى بصل مقطع طبعا بالطول، الطبقة الثانية درتها فلفل، والثالثة طماطم. طبعا كل شي راه موضح في الصورة. في صحن درت نصف مغرف توابل السمك، نفس الكمية ملح، ومغرف طماطم معلبة، 4 مغارف كبار الزيت. نخلط كل شي مع بعض ونضيف 4 مغارف كبار ماء، ونخلط كل المكونات حتى يندمجوا مع بعضهم. وربيت الثوم مع الخليط. واللي وصلوا لهذا الحد من الفيديو نقولكم ما تنساوش الاشتراك، الاعجاب والتعليق، هكذا باش يطلع معايا هذا الفيديو لاكبر عدد من المشاهدات ويستفدوا من هذه الوصفة. ونرجع نكمل معاكم الوصفة. عندي السمكة نتاعي نحيت لها الاحشاء، غسلتها مليح ودرت لها فتوحات في الجوانب. والخليط اللي درت بالتوابل والثوم غير بالملعقة نحطه داخل الفتوحات اللي درتهم في جوانب السمكة، طبعا على الوجهين. وندير السمكة نتاعي فوق الخضار اللي قطعتهم ودرتهم في السنيوة، ونكمل باقي الخليط فوق الخضار. وهكذا السنيوة تاعنا تمتص طعم الثوم والتوابل وتخرج معنا بنينة. ونقول لكم اللي دخلوا اول مره لقناتي مرحبا بكم معايا، ما تنساوش الاشتراك والاعجاب، شغلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ومتابعي الافاضل نشكركم على تعليقاتكم الجميله المشجعه ودمتم اوفياء. وبالنسبه للي عندهم اقتراحات او تساؤلات يخليوها لي في التعليقات وراح نقراها ونرد عليها. ونقول للاخوه والاخوات اللي راهم يشاهدوا في هذا الفيديو اللي عندهم كيفيه او وصفه يشوفوها صعيبه يخليوها لي في التعليقات وراح نقدمها لهم بطريقة مبسطة وسهلة بإذن الله. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما كملت تبلت السمكة والخضار اللي عندي، ونقطع ورق الطهي على قيس السنيوة، نديرو في ماء مدة نصف دقيقة حتى يصبح لين، ونقدر نغطيه به السنيوة بكل سهولة. وبهذه الطريقة ما يتحرقش معايا داخل الفرن، وفي نفس الوقت يحافظ على طراوة الأكل اللي داخل السنيوة. حطيت السنيوة في وسط سنيوة واحدة أخرى ودخلتهم للفور. شعلت الفرن نتاعي من الأعلى ومن الأسفل، ودرت السنيوة في الرف السفلي. مدة الطهي 40 دقيقة تقريبا. بعدها نفتح عليها كي نشوف الخضار والسمكة تاعي طابوا، نحي ورق الطهي ونرجعهم يتحمروا، وبعدها نطفي عليهم. وهكذا تحصلت على سنيوة سمك بالخضار في الفرن، سمك طري ومحمر بنين ما نحكي لكمش. نفتحها وتشوفوها كيفاش جاية من داخل. خبوا هذه الوصفة لشهر رمضان، وهذه الطريقة سهلة صحية ولذيذة، متأكدة راح تعجبكم وتعتمدوها بعد اليوم. وفي المرة الجاية راح نوري لكم طريقة تحضير سمك البونيط في المقلاة. وهكذا وصلت معكم لنهاية هذه الوصفة، ما بقى لي غير نقول لكم للفيديو الجاي مع وصفة جديدة. خليكم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.